أقرب الأسماء لتدريب نادي النصر هو المدرب المصري حسن شحاتة. مطالب الجماهير النصراوية بالمدرب الجديد في هذا التقرير. انتهى الديربي، خسر النصر، وتمت المصادقة على أكثر القرارات شيوعا في كرتنا المحلية، إقالة المدرب. ماتورانا والذي جددت إدارة النصر في الثقة عامين إضافيين وجد نفسه خارج أسوار النادي بعد 5 لقاءات خاضها الفريق خسر فيها النصر أكثر مما كسب من النقاط. والله أنا ضد رحيل ماتورانا في الفترة هذه، لأنه ما أخذ فرصته الكاملة، يعني ما بدأ يتعرف على اللاعبين ولسه يعني باقي الموسم طويل، الموسم لسه المفروض يعني ما يقل الفترة هذه. ضيعوا استقرارهم برحيل ماتورانا. بديل المدرب ماتورانا أحد الملفات المفتوحة هذه الأيام، والتي تأمل إدارة النصر أن تغلقها قبل عودة عجلة الدوري للدوران مجددا. فالأرجواني دا سيلفا والأرجنتيني كالديرون والبرتغالي غوميز أكثر الأسماء المرشحة لقيادة الفريق في الفترة القادمة. دا سيلفا مدرب عارف النصر وعارف الجمهور النصر يبغى دا سيلفا. أما البقية كالديرون دا سيلفا فأسماء مستهلكة. دوري زين وكأس الملك للأبطال وكأس ولي العهد والبطولة العربية للأندية، 4 استحقاقات تنتظر الفريق النصراوي هذا الموسم، حيث يأمل عشاق العالم أن يحمل أحد المدربين القادمين شفرة البطولات والتي أغلقت أمام الفريق منذ فترة ليست بالقريبة.